اما ايه صاحبتي دي يا جماعه بتديني شويه افكار اتكلم فيها رهيبه. زمان كانت عندي مشكله، الا وهي ان انا دايما كنت بحب اثبت للي قدامي ان انا قد ايه مبسوطه ان انت في حياتي، ايا كان، مش شرط يبقى واحد، ايا كان بجد، وقد ايه انا ممتنه ان انت او انتي موجوده في حياتي. فكنت بعمل الموضوع ده بايه؟ بالهدايا. تلاقيني طول ما انا ماشيه اجيب هدايا، طول ما انا ماشيه اقدر اخد بالي من الحاجات البسيطه، اللي هي مثلا ابقى خارجه مع واحده صاحبتي فتمسك مج والمج يعجبها بس هي معهاش فلوس تجيب، واروح اجيبه لها. اروح اشتري فضه واخده معايا حد فتمسك خاتم معين فاقوم هوب تاني يوم رايحه شارياه. فكركوا بقى، فكركوا ان اللي انا مثلا رحت شفتها ماسكه خاتم مثلا والخاتم ده عجبها ورحت جبته لها، جابت لي حاجه؟ فكركم مثلا ان انا لما صاحبتي اللي مسكت مج ده وعجبها ورحت جبته لها، لما انا كنت ببقى خارجه معاها وامسك حاجه بس معيش فلوسها جابتها لي؟ لا، مفيش خالص، مفيش الكلام ده، مفيش. ليه؟ عشان هما ما بيبقوش مقتنعين ان انت بني ادم زيك زيهم، هما متعودين ان انت بتدي، فلما انت بتدي انت مش مستني انك تاخد، بس انت من جواك انت فعلا مش مستني انك تاخد، بس انت من جواك بتبقى مستني التقدير، مستني يبينولك ان هما بيحبوك وبياخدوا بالهم من تفاصيلك زي ما انت بتعمل. بس هما ما بيعملوش كده، لان انت بتخليهم ما بيشوفوش من كتر ما بتدي ومن كتر ما بتدلدق اهتمام بقى ومشاعر وحب وهدايا وايه بقى، هما ما بيشوفوش ان انت انسان زيك زيهم، في حاجات بتزعلك وفي حاجات بتضايقك وبتبقى بيبقوا شايفينك مش مستني، مستغني. ماشي، انت مستغني وكل حاجة وما بتبقاش مستني، بس عايز اللي هو تحس حتة اللي هو يا جماعة كده. دي صاحبتي خدت بالها ان انا مسكت حاجة، في كلام مش ما ينفعش انه يتقال. يعني احيانا انا كنت مستنية من شخصية، والله الشخصية دي كانت كنا مع بعض في كل حاجة، في كل حاجة، والشخصية دي انا كنت بعزها جدا وبحبها جدا جدا. الشخصية دي انا كنت مستنية منها حركة معينة في موقف معين. الموقف حصل بس الحركة اللي انا كنت مستنياها ما حصلتش، بس الحركة اللي انا كنت بعملها شهريا ما اتعملتش ولا مرة. احنا كنا ممكن نبقى، مش عايزة اتكلم عشان هي تبقى عارفة، واحنا مش بنحب ان احنا نعاير باللي احنا عملناه، بس عايزة اقولك بس حاجة، ان انت ما ينفعش تفضل تدي على طول. ولو انت شخص متعود تدي، ادي مرة واحدة واستنى، استنى استنى تشوف اللي قدامك هيعمل ايه. لو اللي قدامك اعتبر ان انت ما عملتش حاجة، خلاص يبقى ما تعملش حاجة تاني بس. والبني ادم ده بقى ما تستناش منه تقدير، لان انت مهما جبتله، لو جبتله المحيط كله مش هيقول الله دي نهاد جابت لي او ده كذا جاب لي، مش هيقدر اصلا، هيفضل ياخد 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 ياخد، ويوم ما تأثر مش هيبقى حاسس ان التقصير ده ظروف من عندك، لا، هيبقى شايف ان انت قصرت عشان ايا كان بقى، ايا كان. لان انا اصلا مقتنعه وعارفه ان الناس اللي بتتعود تاخد عمرها ما بتفكر تدي، عمرها مهما لو كان معاها عمرها ما بتدي، هي متعوده انها تنتش بس، تاخد تنتش بس كده. ف انا مبقتش بقى بعمل كده خالص. واحيانا
يعني انا كنت زمان، انا شخصيه بيني وبين صحابي، انا شخصيه عصبيه جدا واجريسيف جدا، وما يعني مش بعرف. انا برج عذراء، وبرج عذراء دايما بيدي كده، فانا دايما مش بعرف اقول كلام حلو. فكانت انا عارفه المشكله دي عندي، فكانت دايما آه، بحل مشكله الكلام الحلو دي بالهدايا، ان انا اروح اجيب هديه، او ان انا اعمل حاجه لو زعلت حد، او عايزه اقول لحد ان انا بحبه، فاروح اجيب له هديه. بس بعد كده لقيت ان لا، ما بتحصلش، ما بتتردليش. محدش بيشوفها انها انا بعبر لك عن حبي. لا، الناس بتشوف ان انا بحبك جدا. عارفين في ناس كده بتبقى شايفه ان هو ايه، ده ما يقدرش يستغنى عني فبيديني كل حاجه او بيجيب لي كل حاجه، هو ما يقدرش اصلا، ما تقدرش اصلا ما تجيبليش عشان هي. في ناس كده بجد بجد، في ناس بتعتبر الموضوع كده. والناس دي بقى مجرد ما انت الدنيا بتقع معاك شويه، لان طبيعي كل الناس بيبقى عندها في ظروفها ups and down، فانت مجرد بس ما تبقى الدنيا واقعه معاك شويه، فالشخص ده انساه بقى، انسى اصلا ان هو بيبقى موجود معاك. ويوم ما الدنيا تبقى معاه هو كويسه وشايفك ان الدنيا واقعه معاك، هيخاف على نفسه، هيقفل على نفسه ويخاف على نفسه، ومش هيفتكر خالص ان انت لو كان في جيبك 10 جنيه بتقسموهم انتوا الاتنين مع بعض. مش هيفتكر، هو هيفتكر ان هو في جيبه دلوقتي 10 جنيه، فهو عايز يحافظ على 10 جنيه دي منك، فمش بعيد يقطع علاقته بيك اصلا. ف ما تقدموش السبت يا جماعة، ما تقدموش السبت، وما تقدموش الحد. ثواني بس عشان انا جاي شغل مضايق، مضايق، انا مش فاهمة. المهم يعني ما تجوش على نفسكم، ما تقدموش السبت يا جماعة. مش شرط ان الناس تشوفك واو. الناس اللي حابينك هياخدوك على عيبك، هيحبوك على عيبك. فمش شرط بقى ان انتوا تقدموا حاجة، ومفيش حد بيتمر فيه. عايزة اقول لكم ان مفيش حد بيتمر فيه الا من رحم ربي، بس مفيش حد بيتمر فيه الايام دي اللي احنا عايشين فيها. والله صعب ان انا اطلع اقول محدش يعمل خير في حد، او محدش يقدم السبت لحد، او محدش يساعد حد، او محدش يهادي حد. بس اكيد انت هتبقى عارف كشخص عارف او بالغ، عارف ان في ناس تستاهل وفي ناس لا. واحنا بنبقى عارفين، بس احنا بنحب ناخد على قفانا. احنا بنبقى عارفين بس بنحب نتاكد، فنتاكد دي بقى نضيع سنين. فما تضيعوا السنين. حد دخل حياتك قشطه، ايه يعني دخل حياتك؟ لما يبقى عنده مناسبه، هديه بالمناسبه، هديه، وجت مناسبتك ما ردلكش، خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، سيبه في حياتك. خلاص، خلاص، ما تقدملوش اي حاجه، خلاص. بس